السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ملعب المفتش. الأهلي ومازيمبي ووصول الأهلي للفاينل للمرة 17 في تاريخه. الأهلي يا جماعة على طول مفرح جماهيره وعلى طول مشرف الكرة المصرية ومشرف جماهيره ومشرف كل حاجة. تيشيرت الأهلي يا جماعة تيشيرت تقيل مش أي حد يستحمله. مبروك يا جماعة النادي الأهلي وجماهيره والمجلس إدارته. في كلام كتير إن شاء الله النهاردة في حلقة النهاردة بإذن الله، يا رب إن شاء الله تعجبكم. قبل ما نبدا يا جماعه كده عايزين ان شاء الله كده لايك فول شير بتاعكم، نبدا ان شاء الله في التحليل ونشوف كولر لعب ازاي وقفل على مفتاح لعبه ازاي، وازاي استغل لعيبه الاهلي اللي مش في مستواها، وازاي اللعيبه طلعت زي اكرم توفيق كده خد النهارده مان اوف ذا ماتش، وازاي هنشوف الدنيا ماشيه ازاي، وازاي اتكلم من في فتره على 2 لعيبه كانوا بيتدلعوا النهارده بقوا من ارجل اللعيبه اللي هو اكرم وعبد القادر. قبل ما نبدا يا جماعه زي ما متعودين لايك فولو شير، يلا على التحليل. ثلاثيات كولر لا تنتهي وان شاء الله ما تنتهيش خالص. يعني الناس اللي كانت بتنتقد كولر دلوقتي يا كابتن دلوقتي عايزين نرتب الحلقه وتركزوا معايا عشان الحلقه دي فيها تفاصيل كتيره ان شاء الله، يا رب تنول رضاكم باذن الله. انا وانتم بقالنا كتير ما شفناش الاهلي بيعمل بيلد اب بشكل ممتاز. خروج بالكوره يا جماعه من الاهلي، الخروج بالكوره بقالنا فتره كتير كبيره شفناش الاهلي بيخرج بالكوره صح. طيب في ماتش سيمي فاينل قدام فريق تقيل زي مازيمبي الاهلي بيخرج بالكوره ازاي؟ تعالوا نشوف. دلوقتي يا جماعه شوبير من هيجي له كوكا في ظهره هيديها له تاني، بس يا جماعه التصرف دلوقتي الفوت ورك بتاع شوبير هيديها لمنعم، منعم هيبص العظيم هيجي له معلول كعب عالمي ودى ضرب 3 لعيبه، منعم راح لوحده كده عمل دليل بالكوره هيديها عبد القادر 1 على 1 دلوقتي بيتميز بيها المفروض. يعني بص يا كابتن كده عدى حلو جدا، بس في الباك باص عندنا مشكله. بس خروج بالكوره كان بشكل ممتاز. واحد تقيل زي معلول ده، معلول يا كابتن معلش بالمناسبه، يعني معلول ده ما تقولوش انت هتجدد ولا لا، معلول تقول له انت عايز تلعب في الاهلي لغايه سن كام. معلول ده تسلم تونس ويسلم علي معلول ده يا جماعه. خروج بالكوره كان الشكل متعه ازاي. طب معانا ايه تاني كده برضو بالنسبه برضو للبيلد اب وخروج بالكوره؟ يلا نكمل. دلوقتي كابتن لسه في مرحله الخروج بالكوره كان شكل الاهلي ممتع ازاي. يلا على الملعب دلوقتي مع ربيعه هيقدم منعم فنت. بص يا جماعه منعم يعمل ايه؟ دريبل بالكوره ويعمل كروس 10 على 10 عبد القادر. بس يا جماعه كده في المساحه هيرفع كورته، من هيجي له معلول اوفرلاب، معلول يعمل الكروس بتاعه كورنر. وبالمناسبه ده الكورنر يجي منه اول هدف منعم. اذا يعني كان عندنا مشكله كبيره جدا في الاهلي في الخروج بالكوره، كان الاهلي عنده على طول مشكله في الخروج بالكوره. دلوقتي المشكله دي اتحلت في ماتش سيمي فاينل مع مازيمبي، ادت لايه؟ جبت لكم يا جماعه الكوره من شويه كان شكل ممتع ازاي. الكوره دي جه منها الهدف الاول. طب الكوره اللي بعد اللي معانا تاني حصل فيها ايه؟ برضه بخروج بالكوره. يلا نكمل. الكوره مع ربيعه هيديها لاكرم. نجم الماتش النهارده هيعمل فنت اكرم بس كويس كده هيديها منعم تاني، منعم هينزل له امام عاشور. بص امام عاشور يعمل ايه لمعلول. بص يا جماعه وسام دلوقتي بيقول له العبها لي وسام بيطير. الجول الثاني لوسام. اذا سر فوز الاهلي على مازيمبي النهارده هو ايه؟ البيلد اب، الخروج بالكوره. عرفت اخرج بالكوره، عرفت افوز، عرفت اجيب اجوال، بقى شكلي حلو. لكن خروج بالكوره حد ضاغطني مش عارف اخرج بالكوره هيبقى شكلي وحش ومش هكسب، وفي النتيجه في الاخر هخسر. اذا دلوقتي الكولر دلوقتي عالج اخطاء مهمه جدا في الاهلي. دلوقتي الكولر دلوقتي لما خرج بالكوره صح ولعيبه الاهلي خرج بالكوره صح، عملنا ايه؟ جبنا اول جول وجبنا تاني جول منين؟ من البيلد اب من خروج بالكوره. اذا دي كانت مشكله كبيره جدا في الاهلي، قدر الكولر يحلها، ولما حلها ايه؟ جبنا هدف والتاني وصعدنا للفاينل بسبب خطأ تداركناه اللي هو الخروج بالكوره. ايه رايك؟ تمام؟ يلا انزل بقى باللايك وتقول لك معانا ايه تاني. يلا بينا. دلوقتي معادنا مع اكرم توفيق.
قلنا يا جماعه من اللي تابعنا الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي قبليه، قلنا اكرم دلوقتي لازم يتعامل ان هو لسه بيبني نفسه من جديد، ما يتعاملش ان هو نجم قبل الاصابه. دلوقتي اكرم يا جماعه هو اصلا مركزه اصلا من الاول ديستروير، المفروض اصلا من الاول، ولعب باك رايت واجاد فيه واحسن من هاني بكتير. فاكرم دلوقتي النهارده خد مان اوف ذا ماتش النهارده عن جداره عن جداره. ليه اكرم النهارده كان نجم الماتش؟ انزل باللايك وهقول لك كان ليه النهارده نجم الماتش. يلا بينا. دلوقتي كابتن كوره مع عمرو السوليه دلوقتي هيعمل فينت ويعدي، هيلعبها المحطه بتاعتنا وسام هيتلعب له هيتقطع منه. بص يا كابتن كده عملوا هجمه خطيره علينا مازيمبي. نكمل. بص يا جماعه اكرم هيعمل هنا بدون فاول، رمى نفسه 10 على 10 10 على 10، حط لاعب مازيمبي في ظهره وخدها بدون فاول، وكانت هجمه واعده جدا وخطيره جدا على الاهلي. طيب معانا تاني اكرم برده بسرعه كده. يلا بينا يلا بينا. دلوقتي كواد الكوره مع لعيب مازيمبي. بس كواد كده اكرم قطعها. نكمل. هيسند على كوكا هيديها له تاني. اكرم في وسط ثلاثه. بس كواد كده هجي اكرم في وسط ثلاثه هيعمل ايه؟ عمل فينت والتاني التالت طلعت منه، عمل تاكلينج لعبد القادر. عبد القادر يلعب على طول فيرست تايم لمعلول. ده يا جماعه الكوره بتاعت الكوره الخطيره اللي بتاعت سوليه كانت لازم الكوره تخلص جول. اذا دلوقتي لما قطع صح دلوقتي اكرم توفيق لعبها عبد القادر، عبد القادر فيرست تايم لمعلول، معلول عمل باك باص للسوليه. السوليه كان لازم يحطها كان لازم يحطها. السوليه لعيب كبير جدا يا جماعه، مش عايز حد يزعل منه ومش عايز حد ينتقده. السوليه لعيب كبير جدا يا جماعه، وياما شايل الاهلي والايام دي برضه بيشيل الاهلي. ده يا كابتن كان اكرم لما قطع على الدايره عمل ايه؟ كانت الكره دي كانت جول بسبب مين؟ بسبب اكرم. طيب معانا تاني ايه الاكرم تاني اللي هو خد مان اوف ذا ماتش النهارده. يلا بينا. بس يا كابتن كده اكرم توفيق بيطلب الكوره منها مديها ربيعه هيديها لاكرم. بس يا جماعه اكرم اتصرف ازاي؟ هيسند على هاني وما وقفش، كمل قطع الكوره وحط لاعب ذنب في ظهره. بص يا جماعه الثرو ده 10 على 10 10 على 10. اذا دلوقتي اكرم توفيق دلوقتي بقى يطلب الكوره ويسند وياخد ويروح ويكمل ويعمل الثرو انفراد. طيب اكرم دلوقتي ما كناش بنشوف الكلام ده في اكرم، فاكرم النهارده استحق عن جداره مان اوف ذا ماتش. طبعا ناهيك عن الكوره طلعها من خط المرمى اللي احيا الثاني اللي وراه وراح في سكه الاهلي. فاكرم توفيق يا ريت تستمر على كده. ويا ريت نقول حاجه بس، الكولر لعب اكرم توفيق مكان هاني او تخليه في الملعب. ما ينفعش اكرم توفيق لما يوصل للمستوى ده يقعد تاني وتسقعه تاني. حرام واحد زي هاني يلعب وحرام واحد زي اكرم توفيق يقعد دكه. طيب فين اللايك بتاعك؟ طيب تعال شوف كده معانا ايه في حلقه النهارده. يلا بينا. كباتن الفقره دي لكوكا اللي مش واخد حظه تماما، الناس اللي مش شايفاه وبتنتقده. كوكا يا جماعه لاعب مهم جدا في الاهلي. ليه لاعب مهم؟ في كام حاجه النهارده يا جماعه في ماتش مازيمبي النهارده هتوضحك انه لاعب مهم. السوليه النهارده لما كولر طلعه ونزل امام عاشور عشان ما ينفعش يطلع اكرم اللي هو مان اوف ذا ماتش، ما ينفعش يطلع كوكا برده اللي هو المكوك معانا. فكان لازم سوليه يطلع، مش عشان هو وحش، عشان هو مش هيعمل الادوار الدفاعيه زي الاثنين دول. طيب كوكا ده لاعب مهم جدا في الاهلي. ليه؟ دلوقتي يا جماعه جبت لكم حاجه دلوقتي توضح لكم ليه كوكا لاعب مهم. دلوقتي يا جماعه دلوقتي معلول طاير كالعاده، مين بيرحل مكانه؟ منعم. الكره لما تقطع لما تقطع وتيجي في ظهر معلول مين هيغطي؟ منعم. طيب منعم ظهره يبقى فاضي، هل ربيعه هيغطي مكانه؟ حاشا وكلا، ربيعه مش عارف يغطي نفسه اساسا. ازاي هيغطي منعم ازاي؟ فتعال نشوف كوكا هيغطي مكان منعم ازاي وشكله كان عامل ازاي. وكانت هجمه خطيره جدا، وكان لو ما كانش راح كان لاعب مازيمبي يروح انفراد فيس تو فيس مع شوبير. تعال نشوف كده بسرعه. يلا بينا. دلوقتي كباتن بيلد اب من تحت، منعم هيديها الربيعه. بص يا جماعه تحرك كوكا بس يبقى عامل ازاي. ركز مع كوكا هيعمل ايه. كره مع منعم تاني، منعم هيلعب الطوليه لمعلول هتتقطع. بص يا كباتن كده هيتلعب في ظهر معلول، مين هيغطي مكان مع معلول؟ منعم. بص كده كوكا يعمل ايه. بص السبرنت ده خلي بالك واخد بالك. بص لولا ان كوكا راح في اللحظه دي، كوكا لو ما راحش في اللحظه دي راح انفراد جاب جول، كانت الدقيقه لسه 36 وكان الماتش باظ. تفصيله صغيره اهي، كوكا دلوقتي رحل مكان منعم ومنعم رحل مكان معلول اللي هو معلول طاير. التفصيله الصغيره دي لو ما كانتش حصلت كانت الكوره جول، وكان ساعتها الناس هتلوم على معلول او ما هتلوم على منعم. لكن كوكا دلوقتي دور مهم جدا في الاهلي،
ودور كولر ان يوظف لاعب زي ده كده في التفاصيل الصغيره دي. ايه رايك؟ تعال شوف كوكا برضو عمل ايه تاني في دور مهم جدا مع الاهلي. يلا نكمل. ملعب الاوت لعبد القادر بس هيتقطع. كرة مع مازيمبي هتيجي معلول مش شاف اللي في ظهره، هيتقطع تاني. بس كده هجمه واعده جدا لمازيمبي، بس كوكا بيعمل ايه؟ كوكا قطعها. اذا معاك واحد مكوك، عندك اكرم، مسمارين في الملعب، اكرم وكوكا ادوارهم مهمه جدا في الاهلي. بس يا جماعه كوكا دلوقتي لاعب تقيل جدا في الاهلي، وكولر ما بيستغناش عنه خالص. كوكا يا جماعه ده اللي قعد اليو دانج هو في عزه قبل ما يتصاب. فكوكا دوره مهم جدا في طريقه كولر، ومهم جدا في قرايته للملعب. انزل بقى باللايك وتعال اقول لك معانا ايه تاني، عشان في حاجه حلوه جدا هتعجبك اخر الحلقه. يلا بينا. لا عايزك تركز معايا بقى كده، عشان اللعبه دي مهمه جدا. ده يا جماعه هدف مازيمبي الملغي اللي جت في ايد الراجل، الحمد لله انه اتلغى. طيب هو اتلغى، بس عايزين نحلله، نشوف الكوارث بتاعت ربيعه وبتاعت هاني. حلو كده. هو السؤال اللي طول الحلقه هاني فين؟ طيب كوارث ربيعه وهاني اللي هتظل معانا، وكان ساعتها يا جماعه الجول ده كان جه، كانت دي هتبقى صعبه جدا. تعال معايا كده نشوف هدف مازيمبي ده جه في الاهلي ليه. يلا نكمل كده. الكوره يا جماعه هتلعب من مازيمبي، كره طوليه، بس مين مغطي مكان هاني؟ ربيعه. لعبها اتقطعت، هتيجي مازيمبي تاني، هيتلعب برضو ربيعه هيغطي. ربيعه يعمل ايه؟ هيعمل الفاول هنا، هو اللي عمل الفاول. اذا ربيعه هو اللي عمل الفاول اصلا من الاول. ليه عمل الفاول من الاول؟ عشان هاني مش عارف هاني كان عايز يشرب شاي ساعتها خرج، ولا عايز يعمل حمام خرج، ما تعرفش هاني كان فين. والله ما كان عارف فين، حتى كولر ما غيروش. هاني كان موجود فين في الملعب احنا مش عارفين. فربيعه دلوقتي بيغطي مكان هاني وبايع مكانه. حلو كده. ده مجنن منعم. ربيعه دلوقتي مغطي مكان هاني، فعمال بقى يعمل كوارث مكان هاني، هو اللي عمل الفاول. حلو كده. طيب عملت الفاول واستكنيست يا ربيعه ورجعت مكانك. طيب لما رجعت مكانك دلوقتي عملت ايه؟ مسكت المان بتاعك. طيب لما المان بتاعك انت ماسكه كويس اهو، حلو كده. طيب الكره اتلعبت، طلع معاك، جت في ايده. طبعا الكره جت لفت وانت ايه بتلف معاها، ومش عارف انت فين، انا فين، رحت فين، جاي منين، انا تايه ولا ايه. عم فكرت انت في اللحظه دي تعيش انت في استاد القاهره ولا استاد الماكس في اسكندريه، انت مش عارف انت فين اصلا يا ربيعه. عم فكرت كده، كان المان اللي انت ماسكه اصلا راح جاب الجول فينا. طب تعال شوف اللعبه كده ازاي كده. يلا بينا. دلوقتي الفاول هتلعب. الربيعه دلوقتي بتلعب مع المان بتاعه، نقف هنا. الربيعه تلعب مع المان بتاعه، خير لما اجعله خير. لسه يفكر انا فين. كان المهاجم ساب ربيعه وحط الجول، والربيعه ده كله لسه ايه، الدنيا بيس. انت قلقانين كده ليه؟ انتوا منزعجين كده ليه؟ تعال نكمل كده. الكوره بس ربيعه لسه يفكر يرجع، كان المهاجم راح وحط الجول. انا مش علاقه جت جول اتحسبت اوف سايد اتحسبت هاند بول، اتكلم تصرف ربيعه. ربيعه يا جماعه قلنا كل مره، خلاص زهقنا. قلنا ربيعه ما بيعرفش يغطي، ما بيعرفش يقفل، ما بيعرفش يقف صح. المان بتاعه على طول بيهرب منه. ده اللاعب اللي هو اسمه يوسف لبيب بتاع ام بي، لسه ناشي، اتصات عليه جاب جولين بسببه هو برضه. فربيعه يا ياسر ابراهيم حاول ترجع باي شكل. ربيعه خلاص ما بقناش قادرين خلاص على ربيعه، ومش المفروض ان هو كابتن الفريق. مش عارف ربيعه يا جماعه نعمل معاه ايه تاني بصراحه يعني. طيب يا جماعه نختم حلقتنا كده في حاجه ان شاء الله كده هتعجبكم، انتظروني. يلا بينا. فيا جماعه دلوقتي السؤال دلوقتي يا ريت تجاوبوني عليه. فاكرين سمير غانم يقول لك الكوره فين دلوقتي هاني فين يعني كده اي مدرب عايز يكسب الاهلي يلعب في البلايند سايد ورا هاني وربيعه. طيب دلوقتي السؤال دلوقتي هاني فين؟ حد يرد عليا يا جماعه، هاني فين في الملعب؟ والله ما حد عارف هاني فين. يلا على الملعب. دلوقتي كابتن مع مازيمبي هيتلعب برضو يا جماعه، هيبدا كوره هيتلعب في ظهر هاني. نكمل في ظهر هاني فين؟ محدش عارف هو فين. مين بيغطي مكانه؟ كوكا وقع. مين بيغطي مكان كوكا؟ ربيعه. لولا الله يبارك له معلول الكوره دي كانت جون،
وكان ساعتها 1-0 الاهلي، كان يبقى تعادل لمازيمبي ونطلع بره البطوله بسبب هاني برضو. يعني هاني فين في الملعب احنا مش عارفين. هو هاني بيلعب باك رايت ولا سترايكر ولا ديستروير، محدش عارف هاني فين يا جماعه. يعني كره زي دي كده بيلعبوا ورا هاني، مين مرحل مكان هاني؟ كوكا المكوك بتاعنا كوكا. طب كوكا لما قلش دلوقتي من راح باك مكانه ربيعه، بقى في منطقه ما فيش الا منعم. من عمل التغطيه العكسيه معلول الله يبارك له. لولا معلول عمل التغطيه العكسيه كان جول التعادل لمازيمبي بيساوي خروج الاهلي بره البطوله. اذا يا كباتن دلوقتي ربيعه وهاني كتير قوي كتير قوي يا جماعه على الاهلي، خلاص كتير قوي. المفروض دول كباتن النادي الاهلي، يعني كباتن النادي الاهلي بالمستوى ده لا تعليق بصراحه، لا تعليق. وكويس قوي جدا ان احنا صعدنا للفاينل. بس خلاص دي كانت نهايه حلقتنا يا جماعه النهارده. اتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بيها زي ما انا استمتعت بيها. والمطلوب يا جماعه ان احنا الحمد لله وصعدنا للفاينل عشان نلعب الترجي التونسي حبيبنا. ان شاء الله نقدر باذن الله نحرز البطوله رقم 12 في تاريخ النادي الاهلي. اتمنى يا جماعه تكون الحلقه عجبتكم، اللي كلها تفاصيل وكلها حاجات حلوه. واستنى يا جماعه تعليقاتكم معانا ولايكات بقى وشير على قد ما تقدر. وزي ما مبروك النادي الاهلي وجماهير الاهلي، وان شاء الله نبارك ان شاء الله للزمالك يوم الاحد، وان شاء الله الاهلي ياخد دوري الابطال افريقيا والزمالك الكونفدراليه، والاهلي والزمالك يلاعبوا بعض فين؟ في السوبر الافريقي، وتبقى مهرجانات بقى. شكرا يا كباتن، سلام.